النهارده هنعمل لكم حاجة جديدة، يمكن ما حدش مننا كتير شافها لأنها حاجة جديدة. هنعمل طريقة استخدام الواير. الواير ده هو عبارة عن سلك من النحاس. بنستخدمه معانا في 3 ألوان منه. عندنا اللون الأصفر، وعندنا اللون الأحمر، وفي كمان عندنا اللون الأبيض. هنعمل النهارده طريقة تزيين شوكة للتقديم. ممكن تتقدم للضيوف، ممكن نستعملها نحطها في سكرية، في أي حاجة. دي منها المعلقة زي ما احنا شايفين كده مع بعض، واستخدمنا منها برضو في أطقم التوزيع الكبيرة اللي هي المعلقة طقم التوزيع كله، يعني ممكن يتحط على المائدة، بيدي منظر حلو جدا جدا. وإن شاء الله هنعمل الشكل معاكم النهاردة، وهنشوف الشكل النهائي بعد ما يخلص بإذن الله. هنبدأ الأول، هناخد الواير. في طبعا الحاجات الأساسية اللي احنا بنستعملها معانا دايما، الزرادية الملفوفة دي أساسي عشان الواير، لازم، عشان هي دي اللي بلف بيها السلك، وهي دي اللي بتديني الكيرف أو الدوران بتاع السلك أو الواير. هنعمل الدايرة كده اهو، الشكل ده، ونيجي على الشوكة هنحط البداية بتاعتها الشكل ده، ونبدأ نلف على الشوكة. 1 2 3، وابدا على حسب بقى. هو الواير ميزته ان هو بياخد ويدي معانا، طياع في الحركه، فممكن افكه، ممكن الاقي شكل تاني احسن. هعمل كيرف طبعا واسع كده شويه، وكمان واحده اوسع كده، وابدا اعمل دوران تاني من فوق. هقص بقى بالقصافه واعمل برضو بالملفوفه، الف برضو نفس الدايره اللي انا عملتها من تحت، هلفها من فوق الشكل ده. امسك طبعا كده من هنا كده عشان اضمن ان هو ما يبقاش فيه حاجه عاليه وحاجه واطيه، واحط من هنا. دي المرحله الاولى. بعد كده ببتدي بقى اختار له خرز باي لون انتوا بتحبوه، اللون المفضل. لو هنعمل كل الطقم نفس اللون هيبقى اوكي، لو هعمل ممكن شوكه لون ومعلقه لون حسب الرغبه يعني. هناخد الخرز. طبعا ده بيبقى فيه سلك اسمه سلك الربط. سلك الربط ده بيبقى حاجه رفيعه جدا اهو، عشان بيدخل جوه الخرز. ابدا كده الف بس اللفه الاول عشان اثبت الواير، عشان ما يفلتش مني اللولي او الخرز اللي انا عملته. اثبته كده الاول كام لفه، وبعد كده احط ادي واحده، واجي على المرحله الثانيه. ببدا اهو احط اللولايه الثانيه اهو بالشكل ده، واجي كمان واحده اهي، والف برضو تاني. اهم حاجه اتاكد ان اللفه جت مظبوطه عشان تديني الشكل الجمالي، وفي الوقت نفسه تكون ماسكه كويس اهو. دي اخر بقى رابطه هقفل بيها كويس قوي على الشغل اللي انا عملته فوق. واجي بقى من ورا هعمل هنا اهو بالقصافه، واجي معايا بالملفوفه اهي، هلف بقى كده اهي كده اهي، ادتني الشكل النهائي للشوكه. اقدر بقى اكررها في كل الطقم عندي بنفس الشكل وبنفس الالوان، يعني ممكن نفس الالوان زي ما قلنا او لون مختلف. دي المعلقه اهي، ودي الشوكه، ودي منها
جزء من طقم التوزيع. كده ده الشكل النهائي. احنا دي اللي احنا عملناها باللون الاحمر، الشوكه. ودي حاجه من طقم التوزيع اللي كنا عاملينه قبل كده، ممكن برضو ننفذها على كل طقم التوزيع، هتدينا برضو الشكل كده الجمالي. ودي المعلقه منها، ونتمنى ان شاء الله ان هي تكون نالت رضاكم واعجابكم، واتمنى ان انتوا تنفذوها، لان فعلا الشكل النهائي بيبقى حلو جدا، خاصه لما بتتحط على السفره. بتبقى ملفتة للنظر بالنسبة لأي ضيف، يعني بتلفت نظر أي حد. فإن شاء الله نتمنى إن هي تعجبكم وتنال رضاكم.